السلام عليكم. اليوم غادي نقول لك ثلاثه الحوايج الا طبقتيهم والتزمتي بهم غادي تهناي من الزياده في الوزن. ما غتبقايش نختصر عليك الطريق وغنقول لك ثلاثه الحوايج مهمين باش ما تبقايش تقلبي على فيديوهات كل نهار وتبداي في الريجيمات وتخليهم تنقصي الوزن وتعاودي ترجعي للوزن ديالك. كاينين الناس اللي كيديروا ريجيم وملي كيكملوا الريجيم ديالهم وكينقصوا به الوزن كيقطعوا كيعاودوا يرجعوا للوزن ديالهم. او كاينين حتى ناس اللي داروا قص المعده داروا عمليات ومع الوقت رجعوا للوزن ديالهم. اليوم غادي نقول لكم ثلاثه الحوايج مهمين بزاف. غتولي انت الطبيبه ديال راسك، ما تبقايش تحتاجي لا فيديوهات لا حتى شي حاجه لا طبيب لا حتى شي حاجه، انت غتولي كتحكمي في الوزن ديالك باختصار. هادشي كامل غنقول لكم باختصار وانت غتحكمي في الوزن ديالك. هاد المتاهه اللي طايحين فيها بزاف الناس ديال انقاص الوزن، اليوم ريجيم غدا يبداو ريجيم واحد اخر، شوفوا في هذا الفيديو وتبعوا هذا البرنامج وطيحوا به الوزن وعاودوا رجعوا. هذا الشيء كله غنختصروا عليك في ثلاثه الحوايج غتحسبيهم على رؤوس الاصابع. لا تبعتيهم وطبقتيهم صافي غتهناي، غتولي انت الطبيبه ديال راسك، ما تبقاي تحتاجي لا فيديوهات لا طبيب لا حتى شي حاجه، انت غتولي الطبيبه ديال راسك كما قلت لك. غتاخدي دابا ورقه وستيلو وغتكتبي داكشي اللي غنقول لك. غير ركزي معايا دابا مزيان. انت دابا كتزادي في الوزن ماشي غير حيتاش زدتي في الماكله، كاينين الناس اللي كياكلوا اكثر منك ولكن ما كيتزادوش في الوزن، اذا عندهم شي حاجه ناقصه او زايده وانت عندك شي حاجه اللي ما عندكش انت، يعني كاينه شي قضيه. غتركزي معايا مزيان والله حتى غتلقاي نتائج زوينه وما غتبقايش تحتاجي لا تدخلي فيديوهات تشوفي فيهم كل نهار لا تبعي ريجيمات لا تمشي حتى الطبيب. انت غتولي الطبيبه ديال راسك. هادشي راه طبقته عليا انا يا سنين وانا ناقصه الوزن وما كنزادش، واخا كناكل مزيان كناكل خمسه المرات في النهار ما كيتزادنيش زعما الوزن. لان هادشي اللي كنقول لك دابا طبقتيه غتعرفي القضيه كيفاش دايره. الجسم ديالك فيه جوج هرمونات اللي المستوى طالع دائما طالع في الدم، الا نقصتيهم غادي ينقص لك الوزن بلا ريجيم. وإلا بقاو ديما طالع المستوى ديالهم طالع عندك في الدم ما عمرك ما غتنقصي الوزن، واخا يا ربي تبقاي بالجوع واخا ديري 1000 ريجيم وريجيم، مادام المستوى ديال هاد جوج هرمونات طالع ما عمرك تحلمي انك تنقصي في الوزن. شنو هما هاد الهرمونات؟ كاينين جوج، هرمون الكورتيزول وهرمون الانسولين. لا كانوا طالعين عندك هاد جوج هرمونات في الدم ما غادي تنقصيش في الوزن. غنمشيو دابا غنبداو بهرمون الكورتيزون. هرمون الكورتيزون هو هرمون الستريس والتوتر اللي كيكون عندك تزايد، كيكون وجهك دائما منفوخ مع الصباح، كيكون عندك احتباس السوائل، كيكون البطن ديالك كبير، كتكوني مرمه ومنفوخه، كيكون ملي كتطلعي فوق الميزان كتلقاي الوزن ديالك تزاد واخا انك دايره ريجيم. خاصك تحكمي في هذا الهرمون باش تقدري تنزلي الوزن، ما تخليش هو يتحكم فيك، لا تحكم فيك هو مع عمر الوزن ما غتنقصيه. غتقول لي دابا شنو هو السبب اللي كيخلي هرمون الكورتيزون انه كيرتفع؟ شنو هو السبب؟ السبب الاول ديال ارتفاع هرمون الكورتيزول كيكون هو عندك مشكل في الغده الكظريه اللي كتكون فوق من الكلاوي، وهذا مشكل طبي ما غنطرقش ليه، ما غندويش عليه لانه مشكل طبي. كاين المساله الثانيه اللي هو ستريس، التوتر، الاكتئاب، العصبيه. انت انسانه عاديه ما عندك حتى شي مشكل صحي، يعني هذا المشكل اللي قلت في الاول غير انتيا كتعصبي ولا مكتئبه وكتوتري متوتره دائما مستريسيه دائما، هذا حتى هو كيخلي هرمون الكورتيزون يرتفع. واغلبيه النساء ملي كتكون متوتره وعندها الستريس ولا مكتئبه كتنوض تاكل، خصوصا بالليل لان هرمون الكورتيزول كيطلع، وكتنوض تاكل بالليل توصل ديك 12 الليل وكتنوض تقلب بلا ما تاكل لان متوتره. وفي الصباح كيصبح عندها الهرمون كورتيزول طالع، كيصبح عندها الانسولين طالع. اذا خاصك تحكمي في التوتر ديالك وتحكمي في المشاعر ديالك، ما تبقيش توتري ما تبقيش ستريسيه لان هادشي ما مزيانش ليك، غير كيأدي لك صحتك وكيخليك ما تنقصيش في الوزن. واخا ما تكونش عندك المشكله كتكون عندك كاينه شحال من وحده مشكله غير انها ما قدرش تطيح الوزن، كتولي مستريسيه ومعصبه. هذا راه بالعكس كيولي الجسم ديالك عنده واحد رده الفعل انه من هذاك الستريس كيرفع لك من الكورتيزول وكيخليك ديما داك الوزن ديالك
ما تقدرش طيحي الوزن. اذا الحل الوحيد انك ترخي على نفسك وما تبقايش متوتره، ما تبقايش ستريسيه، لان اللي بغى الله هي اللي غتكون، والحياه غاديه سواء ستريسيتي او ما ستريسيتيش، تعصبتي او ما تعصبتيش. هذا هو الحل الوحيد، انك تلقي هذا الخير في يد الله وما تعصبش، لان ديري في بالك ان هذاك الستريس وهذاك التوتر هو اللي كيرفع لك الكورتيزول، هو اللي كيخليك انك ما تطيحيش الوزن. السبب الثالث هو السهر. الا كنتي كتسهري بالليل عارفه راسك راه الكورتيزول غيبقى عندك ديما طالع، لانك ملي كتسهري بالليل كتنوضي كتجوعي، كتنوضي كتبقاي تاكلي وكتصبحي عندك الكورتيزول والانسولين طالع. غتقول لي انا كنسهر ما كناكلش، واخا ما كتاكليش السهر كيرفع الكورتيزول. وديريها في بالك الكورتيزول ملي كيكون مرتفع راه الحرق عندك صفر، الجسم ديالك ما كيحرقش بسبب ان الكورتيزول طالع والوزن ديالك ما كيطيحش. اذا حاولي تنعسي بكري وتفيقي بكري، مثلا تنعسي مع ديك 11 ونص وتفيقي مع ديك 8، لان السهر هو حتى هو سبب في ارتفاع الكورتيزول. دابا ركزتوا معايا دوينه على المساله الاولى اللي هي الكورتيزول اللي ما كيخليش الا كان عندك طالع ما كيبقاش مع الجسم ديالك، ما كيحرقش وما كتفقديش الدهون وما كتقدرش تنقصي الوزن. دابا نزيدو نجو للمساله الثانيه اللي هي الكتله العضليه. الكتله العضليه الا كانت عندك طالعه، الا كانت عندك مزيانه، الجسم ديالك كيحرق. حنا بالنسبه للنساء حنايا الكتله العضليه عندنا مهمه، لان الكتله العضليه كتساوي حرق مزيان. الا كانت عندك كيف ما قلت لكم قليله، الجسم ديالك كيولي المعدل الحرق ديالو كيولي بطيء جدا. وحنا كنساء ملي كتوصلي ملي كتبداي تفوتي في 30 الكتله العضليه كتبدا تنقص، كيبداو يبانوا الامراض. ملي كتنقص الكتله العضليه كيجيو بلاصه الدهون، كتولي الفورمه ما عاد كي دايره كيف ما قلت لكم، ولا الجسم ديالك معدل الحرق ديالو كيولي بطيء، كيكثروا الامراض. ماشي بحال الرجال. علاش الرجال راجل مثلا راجل الا مشى دار ريجيم دغيا كيضعف، ماشي بحال المراه، لانه هو عنده الكتله العضليه بطبيعته كرجل. كتكون عندهم الرجال كتكون عندهم الكتله العضليه اكثر من ديال المراه. باختصار باش تنزلي الدهون وتزيدي في العضل خاصك الرياضه، وماشي اي رياضه، الرياضه بالاوزان، داكشي اللي كديتي ليه غير في الدار، ماشي بشرط تمشي لاصال. انايا عمري ما حطيت رجلي في لاصال، بديت غير من الدار، بديت غير ديك الاوزان اللي عندي في الدار. ممكن في الانترنت كتدخلي للانترنت كتلقاي بزاف الرياضات كيفاش تلعب الرياضه غير في الدار باش تبني العضل. غتقول لي لا فقدت الوزن غير بالمشي وبالحركه، لا، هذاك ما فقدتيش فيها هذاك فقدتي الوزن، طيحتي الوزن، ولكن طيحتي مع العضل. وملي كتفقدي الوزن وكطيحي معاه كتعاودي ترجعي الوزن، لان شحال من وحده كتجي تقول لي طيحت القد في الشهر، ولكن عاود رجعتهم، لان هي ما طيحتش الوزن فقط، طيحت مع العضل. لان النزول ديال الوزن الصحيح والامن هو ما بين نص كيلو حتى الكيلو في الاسبوع. لا كان كتر كيكون كتنقصي في العضل، وهذا كيكون في حد ذاته ماشي نزول صحي. المهم باش الجسم ديالك تحافظي عليه من السمنه واي مشاكل اخرى بحال المشاكل ديال العظام والمفاصل، ما عليك غير بالزياده في الكتله العضليه. ديريها في بالك، زياده في الكتله العضليه. وباش تزيدي في الكتله العضليه خاصك الرياضه ديال الاوزان، لان الكتله العضليه كتساوي الحرق. يعني معدل الحرق ديالك ملي كتكون الكتله العضليه عندك مزيانه، معدل الحرق ديالك كيكون مزيان. كتكوني جالسه واخا ما كتلعبيش رياضه، كيكون الجسم ديالك في ديك المرحله، في الفتره ديال الراحه، كتكون الجسم ديالك خدام بحال شي ماكينه كيحرق. وهذه مساله مهمه بزاف اللي هي الكتله العضليه. في الاول كنت دويت على جوج هرمونين هما المسؤولين على الزياده في الوزن، هرمون الكورتيزول اللي دويت عليه قبل، وهرمون الانسولين. هرمون الانسولين اللي كنجيبوه من الاكل، يعني من داكشي اللي كندخلو الدات ديالنا ديال الماكله، من الكربوهيدرات، من الحلويات. هادشي كله كيرفع علينا الانسولين في الذات. لا ما قدرناش لا ما كناش كنتحكموا في الكميه ديال الماكله ديالنا، وحيتاش خاصنا نديرو في بالنا واحد الحاجه، حنا كناكلوا باش نعيشوا، ماشي عايشين باش ناكلوا. هذه فكره دخلوها لدماغكم، يعني داكشي اللي كليناه خاصنا نتحكموا في الماكله ديالنا.
كنت دويت على هذا الهرمون ديال الانسولين، كيفاش نتحكموا باش ما نرفعوش الانسولين في واحد الفيديو قبل. وكنت قلت لكم الصيام هو احسن حل بالنسبه للناس، لان ديك الشراهه ديال الماكله اللي ما كيقدروش يتحكموا في الماكله. عندك الصيام مهم، ما بين 14 ل 16 ساعه كتصوميها فيها فتره تاع الناس. راكم عارفين الصيام المتقطع كي داير، هو مهم بزاف. ومساله اخرى هي المساله، حنا النساء كندخلوا ملي كنمشيو نطيبوا، كان عندنا ديك القضيه ديال نذوقوا. طيبي لولدك البطاطا، تهزي بطاطا وحده تذوقيها، هذاك النقيب حتى هو اخطر حاجه، هي هذيك، هو داك النقيب، لان هذاك عباره عن سعرات حراريه كتدخلها الجسم ديالك. كتقولي ما كليت والو، دقت هنا دقت هنا. حيدي منك هذه القاعده نهائيا، هذه العاده خايبه تحيد. راه هي كتخرج على كتخرج على السم، كتخرج على الزياده في الوزن، كتزيدك في الوزن وانت ما كترديش البال ديالك. اذا وكترفع لك حتى في الانسولين، وكتبقى ديما النهار كله انت جيعانه باغا تنقبي وتاكلي. كتقولي ما كليت والو، انت راه نقابتي كليتي شحال من حاجه في الكوزينه، ولا وكلتي ولدك وكليتي معاه، وعند راسك كثير ما كليتيش، وديما فيك الجوع ديال اللي كتخليك ترفع لك ديما الانسولين. بخلاصه هادو هما ثلاثه الاشياء اللي قلت لكم خاصكم تحفظوهم وتطبقتوهم وفهمتوهم، غادي تهناو من الزياده في زياده الوزن، وما غتبقاو تحتاجوا حتى شي فيديوهات تدخلوا ليهم ولا تعرفوا كيفاش تنقصوا الوزن. اول حاجه هما هرمون الكورتيزول، خاصو ديما يكون نازل، تحكموا فيه يكون نازل. ثاني حاجه هي الكتله العضليه، البناء العضلي. العضله مهمه، لكن الجسم ديالك فيه عضلات يعني حرق اكثر، يعني ما تحتاجيش انك تقلبي على ريجيمات او. ثالث حاجه هو هرمون الانسولين. هرمون الانسولين خاصو دائما يكون منخفض تاعو. هاد جوج هرمونات والكتله العضليه ديروهم كقاعده عندكم، وما غتبقاوش تحتاجوا لا فيديو حتى شي حد، لا طبيب لا حتى شي حاجه باش تنقصوا في الوزن. هذا جهدي عليكم. يلا كنتمنىكم تكونوا فهمتوا. مع السلامه.